السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الجديدة. اليوم جبت لكم قصة جديدة من قصص الرعب وأيضا التشويق، وإذا عندكم قصص حابين تشاركوها ابعثوا لي على رقم واتساب اللي غادي يظهر لكم في الشاشة. ويلا نبداو في القصة تاع اليوم. وتقول القصة تاع اليوم: في إجازة من الإجازات تاع الصيف سافرت أنا وصحابي لمنطقة صحراوية باش نفوتو ثما أيامات شابين ونبدلو الجو، وكنت قاعد معاهم سهرانين ونقصرو ونضحكو. وفي أماكن صحراوية كما هذو تحلى القصرة في الليل. المهم حكينا في بزاف مواضيع حتى دخلنا في الموضوع تاع الجن والسحر، وهنا أنا يسكت، وأصلا أنا ما نبغيش نحكي في هذو الصوالح ولا نتلاقش معاهم مع أي واحد كان، ولكن اضطريت باش نهدر وكنت نحكي فيهم بتحفظ وما نحبش البلبله هذه والمناقشه. فجاه شدتني وقلقتني واحد الهضره تاع واحد صاحبي اللي كان يفتي ويتفلسف في واحد المواضيع اللي ما يعرفهاش، وهذه هي العقليه اللي ما نحبهاش انايا. ولا جال هذا الشيء ما نحبش نحكي في هذه المواضيع كما قلت لكم. المهم دخلت روحي باش نصحح له المعلومه اللي قالها، وقال لي راك غلط، واش هو المصدر تاعك في هذه المعلومه؟ تبسمت وضحكت وما نقدرش نقول له المصدر، وهذا هو المشكل تاعي. وقلت له سمعتهم يقولوا وهكذا وراني قلت لك. وقال لي اسمع، ما تسمعش من غيري، اسمع مني انا ديريكت، انا اللي نعطيك المعلومه الصحيحه. ضحكت وقلت له تفضل اخويا اعطيني المعلومه الصحيحه اللي انت عرفتها. وقال لي نعطيك مثال باك، راك تشوف هذه الصحراء اللي رانا فيها ويقولوا بلي الصحراء راهي مساكن للجن وفيها جن، صح؟ قلت له ايه هكذا سمعتهم يقولوا. قال لي لا لا، هذا الكلام كاع ما كاش منه وكله غلط، لأن الصحراء ما فيهاش الجن وأصلا ما يسكنوش فيها. وقلت له كيفاش ما فيهاش الجن يعني؟ قال لي لو كان صح مساكن تاعهم على الأقل يمنعونا ويعطونا إشارات باش يهربونا من المساكن تاعهم وما يخلوناش نقعدوا هنايا. وهما في الحقيقة ما يسكنوش هنا، وأصلا ما يسكنوش في الصحاري، هما يسكنوا في أماكن أخرى بعيدة وحنايا أصلا ما نعرفوهاش. والحكاية تاع يسكنون في الصحراء والمساكن تاعهم في الصحراء كاع مكاش منها وغير خرطي في خرطي، والمساكن تاعهم في الصحراء كاع مكاش وكلها أكاذيب وخرافات. وكنت أنا نشوف فيه ونسمع في الكلام تاعو ونتبسم، ولكن ما كنتش نتبسم على الكلام تاعو، لا لا، كنت نتبسم على خاطر كانت واقفة واحدة المرأة قدامه، وهي كانت واقفة عند راسو كي كان هو يهدر. وقلت له حنا ما نشوفهمش بصح ماشي معناتها هما مكاش، هما برك ما يحتكوش بينا. قال لي لا لا، الكلام هذا ماشي صح، وحنا رانا في الصحراء وهما وين راهم؟ مكاش يا اخي مساكن تاعهم هنا، على الاقل يهربونا من المساكن تاعهم. لو كان صح راهم هنايا وموجودين هنا كلامه قلقني وما قدرتش نتناقش معه. وقلت له كان احاديث عن نزول المنزل وكي تدخل الاماكن كيما هذه تتردد احاديث وادعيه باش ما يتوشوكش. وقال لي صح راني معك في هذه، بس هذا كان بكري في الازمنه القديمه وفي اماكن محدده ومشي في قاع الصحاري. وكنت نشوف فيه ونبتسم وانا كنت متضايق منه. وقلت له ممكن كي رانا من المؤمنين هنايا هما مكاش وما تحس بهم، بصح لو كان تمشي وحدك في الصحراء ممكن تحس بهم ولا تشوفهم، وممكن تشوف إشارات منها. وقال لي صدقني يا خويا، الجن هذا راه أكبر أكذوبة وكذبوها علينا، وهما اللي يخافوا منا مشي حنايا ومشي موجودين أصلا في الصحراء. وكنت نهز في راسي وساكت وهي واقفة عند راسي. همست لي وقالت لي راه يستفز في السكان تاع هذا المكان وراه يستفز بهم بشدة، خليه يسكت بأي طريقة له، وهذا باش يكون أحسن له. وقلت له ثبت لي بلي الكلام تاعك صح. وقلت له راك تشوف في الكثبان هذيك اللي كانت بعيدة حوالي 400 متر هكاك، قلت له روح ليها وحدك وحاول ترجع ممكن تحس بأي حاجة، وهنا نتأكد من كلامك لو كنت صح ولا لا لا. وكما كان الحال ناض واحد من أصحابنا وقالنا خلاص سكتوا علينا وبدلوا هذا السوجي. ناض قال له لا لا خلينا نروح ونثبت لكم بلي كلامي راه صح وما رانيش نزعق. وكامل واش سمعتوا على الجن راه كامل خرافات وكذب وكلام فارغ. حكم الكشاف يدو وقال لنا غادي نوصل لهذه الكثبان الرملية ونعطيكم إشارة بالضوء تاع الكشاف، وإذا صح كاين الجن معناتها راهم يسمعوا فيا وخليهم يعترضوا لي في الطريق تاعي، ولو كان ما اعترضوا ليش الطريق نكون ثبت لكم باللي هما أصلا مكاش فيها في الوجود.
وكما كان الحال راه يمشي باتجاه تاع البان، وهنا تلفت وما لقيناش قدامنا، ولقيتها راحت. تبسمت لاني كنت عارف واش غادي يصرى. وبعدها ب3 دقائق برك سمعنا الصوت تاعو وهو جاي يذبح ويعيط، والملابس تاعو اللي كان لابسها كامل مقطعين، والرمال على راسه وعلى جسمه وكأنه كان يدعبز مع كاش واحد. المهم ناضوا صحابي كامل يجروا عنده، وانا متحرش كامل من باستي وقعدت غير نشوف من البعيد وهو يجري ويذبح. المهم جابوا اصحابي وقعدوا وعطوا له الماء يشرب، وقعدوا يهدوا فيه ويحاولوا يفهموا منه واش صرا واش شاف. كان من نهار وهو يذبح بطريقة هستيرية ويتلفت يمين وشمال، وبقى على ذيك الحالة تقريبا 15 دقيقة، وأخيرا بدا يسترجع في الأنفاس تاعو وبدا يتكلم وقال أنا كنت رايح مباشرة لهذاك الكثبان، وقبل لما نوصل شفت واحد الكلب أسود كبير اللي كان واقف في الطريق تاعي وقاعد غير يشوف فيا. المهم ضربته باش يبعد، وقلت بالك هذا راه غير من الكلاب الضالة اللي ما نشوفها، وبقيت غير نضرب فيه ونخوف فيه باش يبعد، ولكن هذاك الكلب بقى غير واقف ويشوف فيا. المشكل يا خوتي ماشي هنا، المشكل هو انه سمعت واحد الصوت جاي من عنده وكأنه هو اللي كان يتكلم، وقال لي روح يا فلان يا خير لك، وروح وما تعوج ترجع هنايا. شفته وسمعته وراني متأكد والله ما راني زيد عليكم في حاجة. وكان مسكين يحكي ويبكي، وزاد قال كي سمعت الصوت وكنت راجع لكم كنت خايف ونجري ونطيح في الرملة، ولكن كامل المسافة اللي جريتها واش كنت نجري كان هو قدامي، وكل ما نزيد يعني نلقاه قدامي، ومهما كنت نحاول نزيد في السرعة تاعي نلقاه غير لاصق فيا. انا سكت وما قدرش يزيد هضره وبدا يبكي وشاف فيا، قال لي عندك الحق يا خويا، نظن ان الكلام تاعي هو اللي راه غلط. قلت له انا ما على باليش، انا قلت لك الكلام اللي سمعته من عند الناس ويقولوا لي بلي الصحراء راهي مسكونه. المهم كانت هي واقفه قدامي وتبسمت لي وعطاتني اشاره يعني تعنوط وروح وحدك. وقلت لهم اني حاب نتمشى شوي وحدي. ناض واحد من صحابي وقال لي لا ما تروحش، وماركش تشوفي صاحبك هو صرالو، ما راناش حابين يزيد يصرف بكم كيما هو. قلت له لا انا نخاف منهم مش كيما هو، وما رانيش رايح نبعد وغادي نتمشى غير هنايا ونعاود نرجع. المهم بديت نتمشى وبعدت شويه عليهم وعلى المخيم هذاك، وكانت هي تمشي معايا. المهم تبسمت وقلت لها خوفتيه، قالت لي مشي انا اللي خوفته ومشي انا اللي وصلته لهذيك الحاله، سكان المكان هم اللي وصلوا لهذيك الحاله، وقلت لك انه استفزهم بكلام تاعو. وكملت كلام تاعها وقالت لي انا برك دخلت روحي باش ما ياذوش وما خليته باش ياذوه، ولكن صاحبك هذا كذاب. وقلت لها علاش كذاب؟ قالت لي لانه صاحبك كامل واش استفزهم بالكلام زاد بال على الرمل اعزكم الله وبدون اذن، وبال واقف اعزكم الله، وهذا الشيء اللي استفزهم اكثر واكثر. وانا دخلت روحي لانهم كانوا رايحين ياذوه فعلا. وشفت فيها وقلت لها راني حاب منك حاجه. قالت الله معليش. قلت لها راني حاب نقعد مع الجن. نسقسيه وهو يجاوبني. شافت فيا وضحك وقالت لي انت غريب والطلبات تاوعك ثاني غريبه، وكما العاده انا علمتك وقلت لك اي حاجه تعرفها وعلمت كل شيء، ولا انا ما كفيتكش؟ قلت له لا قصدي نعرف كل واحد والنوع تاعو وتفاصيله وخدمته واش يدير وبزاف صوالح. صدقيني راني حاب نجربها، وعلى بالي انتي قلتي لي كلش، ولكن راني حاب نسمع منه وحاب نجرب اني نسقسي وهما يجاوبوا. المهم سكتت وبقات غير تشوف فيا واحد النظرة وما عرف نشوفها بهذيك النظرة، وفي الحقيقة نحب هذه النظرة وعارف واش معناتها. قالت لي وقتاش راك حاب تبدا؟ قلت لها يعني ممكن نقعد معاهم صح وممكن نسألهم. وقالت لي لا هو في الحقيقة ماشي ممكن، بس انا نخليه يكون ممكن، وكل فترة وفترة نقعدك مع واحد منهم ومع النوع مختلف ثاني. المهم بعد اسبوع بالضبط كنت قاعد في البالكون وداير قهوتي كما العاده والعوايد ومشعل القارب تاعي، حتى شميت ريحتها كما العاده، لماك عرفت بلي راهي معايا ولا راهي رايحه تظهر، ولقيتها جايه من الشبرة. انا خلاص مع مرور الوقت ولفتني وفهمت بلي ما لازم تظهر في وجهي ديريكت، وفهمت بلي لازم تعطيني اشارات، وفهمت العقليه تاعي البشريه وبدات تتعامل معايا على حساب العقليه تاعي. جات عندي وهي مبتسمة وضحكت معها، قالت لي تروح اليوم؟ قلت لها يا أخي وين نروح؟
قالت لي ماكش حابب تقعد معاهم؟ قلت لها ايه راني حابب نقعد، ووقتاش نقعد معاهم؟ قالت لي ذروك الجو كان بارد يا خاوتي. المهم بالخا بيت دخلت لبست لافيست تاعي، قلت لها ممكن نسجل ونكتب كلشي على ورقه؟ قالت لي ايه ممكن. المهم هزيت ستيلو ومذكره صغيره ورحت عندها للبالكو، وكما العاده حطيت يدها على الكتف تاعي كما مره وكما كل مره تحب تنزلني معها. ونزلنا ولقيت روحي في مغاره كبيره جدا، والسقف كان ابيض، وكان كرسي كبير وضخم ومنحوت بنفس الصخره تاع المغاره هذه، وهذا الكرسي تاعها راني عارف. وقدامه كان كاين واحد الكرسي خشبي وكان ابيض باللون، وكان مقابل الكرسي الضخم. قلت لها واش هذا؟ قالت لي انا يلي نقعد هنا، وشاورت لي على الكرسي هذاك الضخم وقالت لي انت يلي تقعد هنا، وشاورت لي على الكرسي الخشبي. وقلت لها وين نقعد هنا؟ قالت لي هو يجي وراك ورا ظهرك، وانت ما تقدرش تشوفه باش الحجاب ما ينكشفش، وناخذو احتياطا كامل. قالت لي المهم اسمع كلامي وريح وين قلت لك، وغادي نترجم لك اي حاجه ما تفهمناش منه، وانت سقسي براحتك، واي سؤال راك باغي تسقسيه. قلت لها اوكي. وقعدت وهي قعدت على الكرسي الضخم اللي مقابلني وكانت تشوف ورايا، وشاورت لي بيديها. وبعدها تقريبا بدقيقة سمعت واحد الصوت تاع خطوات مورايا، كأنه حاجة كيما المطرقة راهي تضرب في الأرض. شفت فيها لقيتها خبطت بأصبعها 3 على الكرسي، فهمت أنها إشارة منها باللي راها ورايا. وبعد إشارة تاعها توقف الصوت كامل، شافت فيا وقالت لي راه قاعد من وراك، وضروك تقدر تسقسيه واش راك حاب تسقسي. المهم وجدت القلم والورقة ووجدت روحي باش نبدا نكتب، وقالت لي اسأل، المهم ما تسقسيش هذوك الأسئلة التافهة واربح الوقت، لأنه مع الوقت غادي تتعب وما تقدرش تتحمل. قلت لها اوكي، وبديت نسقسي فيه ما هو اسمك وبقى ساكت. شافت فيا وقالت لي ما غاديش يعطيك الاسم تاعو الحقيقي، وعلى بالك باللي ما غاديش يعطيك، وقلت لك سقسيه الأسئلة المهمة فقط. وقلت لها حاضر. وزدت سقسيته ما هو نوعك، وهنا سمعت واحد الصوت تاع طفل صغير ويتكلم، ولكنه كان صوت غليظ وعميق. وقال لي ترابي. وقلت له خدمت مع الساحر ما قبل ولا لا؟ قال لي واه. وقلت له اي نوع من السحر اللي خدمت فيه؟ بقى ساكت، من بعد انطق وقال انواع كثيره واكثر من نوع واحد. وقلت له علاش يتم استخدام في السحر وعلاش تخدم فيه؟ قال لي الاقسام تاعنا والخاصه بنا، الساحر يقسم علينا باقسامنا وكبراءنا، انا ما نقدرش نخالف الاوامر تاعهم. المهم بقيت ساكت، وكان الجسم تاعي نار، وحسيت واحد النار شاعله في الظهر تاعي وقشعريره في جسمي، وعلى بالي باللي ما يقدرش يأذيني وهي حاضره معنا، ولكن طبيعتي كإنسان هي اللي غلبتني. وحتى الأسئلة ما كنتش عارف واش نسقسي، وكان عقلي كامل مشوش، وحسيت أني بديت نتعب وبدا الجسم تاعي يفشل، وبقيت ساكت ونخمم. ومن بعد سقسيته وقلت له كاين إنسان ما تقدرش تسحلوه؟ قال لي نعم كاين، الإنسان لما تحصن بذكر الله ما نقدرش ندخل له، وكان كي يذكر اسم الله يذكره بتلعثم ويقول بصعوبة، ومن يذكر الله بزاف يقطع هذا السحر المدد تاعو ويمنع السحر عنه. وهنا بدات هي تصرخ بشدة عليه، وقالت له واحد الكلمة اللي أنا ما فهمتهاش باللغة تاعها، ولكن حسيت أن كاين حاجة غريبة مورايا. وبدا يتكلم كي زقات عليه، وقالت له هذيك الكلمة، وقال سورة البقرة هي اللي تقهرنا، وكان صوته مهزوز ويتكلم بخوف وارتباك. شفت فيها قالت لي كما سقتي نورمال، وقلت له واش هي الحاجات الأخرى اللي تقهركم وتضايقكم؟ بقى ساكت، ومن بعد قال لي كي يسمي الشخص في الغرفة ما نقدرش ندخلوا ليها، والماء البارد يضايقنا بزاف، والمؤمن القوي عنده هالة كبيرة ما نقدرش نتجاوزوها وما نقدرش ندخلوها، وقراءة القرآن بشعور كبير تأثر فينا، والشهادة ثانية ضايقنا. وكان يجاوب بطريقة عشوائية، وكانت هي تهز لي براسها، يعني إجابته راهي صحيحة 100%، ولكنه كان يتكلم بعشوائية والأجوبة تاعو ما كانتش مرتبة. وزدت سقسيته وقلت له واش هي الأشياء اللي تحبوها في البيوت وتحبوا كي تكون موجودة وتجذب الانتباه تاعكم؟ وقال لي التماثيل والصور المعلقة والصوت تاع الموسيقى. واش هي الحاجات اللي توسوسوا منها بزاف؟ وقال لي تأخير الصلاة وخاصة المغرب والعصر باش نقدر ندخلوا للجسم تاع البنادم. وقلت له واش هو أكثر مكان تتواجد فيه؟ السوق وأي مكان فيه الموسيقى؟
وقلت له وين تاذونا وكيفاش تاذونا. انا سكت وما فهمش السؤال تاعي. شفت فيها وقالت لي واش تقصد بالسؤال تاعك هذا؟ قلت لها قصدي كيفاش يتحكموا فينا بعد السحر، واش هي بلاصه اللي يكونوا فيها بالجسم. هنا هي تكلمت معاه باللغه تاعها، رد وقال انا نحط يدي على الجبهه ونقدر نتحكم فيك. وقلت له المراحيض والحمامات تسكنوا فيها وتشوفونا على حالتنا؟ قال لي ايه نسكنوا فيها ونشوفوكم على حالاتكم. وقلت له ولكن بالدعاء نمنعكم. قال لي نعم. وقلت له واش هو اللي يقويكم واش اللي يضعكم؟ انا سكت وشاف فيا وقالت لي هكذا رايحين يفضحوا انفسهم. وشبت فيه واحد النظرة اللي خليته يتكلم، وقال نضعف من القرآن والصدقة ودعاء الليل والقيام. وسقسيته وقلت له اسمعكم اللي تمدوها للصحراء اللي مشهورون بها ولا حقيقية ولا مش حقيقية؟ قال لي لا، هذه أسماء متورثة من جيل إلى جيل ومكاش لي نعطولو الأسماء الحقيقية تاعنا. وقلت له شرح لي على السحر الأرحام والسحر النجوم ولا السحر الجلب. وانا سكت والكلمة هي وقالت لي هذا ما راش مكل بها ومشي متخصص في هذا الأنواع من السحر، وغادي نقعدك المرة القادمة مع واحد متخصص فيها. وقالت لي كملت ولا ما زلت تسقسي؟ في هذه اللحظة ما كانش كاين سؤال محدد في بالي، لأن اللقاء هذا جاني في فجأة وكنت أنا نعرق وتعبان وجسمي فشل. قلت لها خلاص بصح نقدر نقعد معهم مرة أخرى. قالت لي رايحة نقعدك معهم واحد مني. وهنا جاني سؤال في راسي وقلت لها حاب نزيد نسقسيه. قالت لي تفضل. وراك عارف أنا شكون؟ ما حبش يتكلم، شافت فيه وعطت له إشارة بصباحها وبدأ يتكلم وقال لي إيه أنا عارفك شكون، وأيضا نعرفوك من ريحتك وعارفين ريحتك ونعرفوك وشفناك معها في عالمنا مرات عديدة. وشفت فيها وقالت لي خلاص كملت. والحقيقة ما كنتش قادر نزيد نكمل أكثر وأكثر. شفتها شاورت بيديها اللي راهم ورايا باش يتحركوا، وبعد نصف دقيقة نهضت وقالت لي تقدر تنوض دروكها. وفعلا درت ورايا وما لقيت حتى حاجة. وقالت لي ريح دروك. قلت لها لا مازال بزاف وباغي نقعد مع كل الأنواع ونعرف جميع أنواع تاع السحر وطريقة فكها ونعرف كل شيء. وهنا هي ابتسمت وقالت لي انت راك باقي تقعد مع جميع الجن يعني. بديت نضحك وقالت لي رايح نقعدك معهم وما تقلقش برك، وكل فترة وفترة نقعدك مع واحد منهم باش طاقتك وجسمك يستحمل. وهنا شابت فيا مع نظرة وابتسامة وقالت لي راني عارف باللي ما تقدرش تخلي كل شيء مكتوب في هذا الورقة، وعلى بالك كاين علم محرم ومعلومات محرمة عليكم وما لازمش عليكم باش تعرفوها. وقالت لي غادي تمحي من الورقة اللي كتبت فيها المعلومات هذه وهذه 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 والباقي تتكلم عليه عادي وتقول له عادي. قلت لها اوكي غادي نخليهم ليا والباقي نتكلم عليه. وقالت لي تحب نزيد نقعدوا هنايا ولا ترجع لبيتك؟ قلت لها ما عنديش خدمة وما عنديش شغل، نقدر نزيد نقعد معك شوي ولكن راني حاب نسقسيك سؤال، ممكن نقابل مرض من المرضى؟ شافت فيا وقالت لي مرض ماشي كيما اي جن عادي وماشي كيما اللي كنت معاه قاعد معاه دروكا، وباش نقعدك معاه كاين اجراءات معينه اللي لازم تتم ولازم نديرها وقبل ما نقعدك معاه، ولكن ما تقلقش وغادي مع الوقت نقعدك مع كبار الجن وبمعنى الصح وكماء الجن عندنا، وغادي يعطوك حاجات ومعلومات كثيره اللي يقدروا يفيدوك، ولكن ماشي اي حاجه تعرفها تقدر تقولها وتتكلم عليها. شفت في عينيها اللي كانوا باللون الازرق فاتح، وهنا فهمت وقرأت الافكار تاعي. وقالت لي كاين العلم محرم عندكم راك عارف، وقلت لك ما قبل على هذا الشيء، وكاينه معلومات في عالمنا ما لازمش يعرفوها البشر كلهم وكاين استثناء، وغادي تدي المعلومات هذه وتحتفظ بالبعض منها لمعرفتك الشخصيه فقط، والباقي تفيد به اللي تعرفه وتقدر تتكلم عليه عادي. موافق؟ قلت له اكيد راني موافق، وكان راسي مشوش ومخطط. وكيفاش راح الجني اللي كنت قاعد معاه ومليون سؤال جاء في راسي، هيبة الموقف وجلوسي معهم والتفكير بلي راني قاعد مع مجموعة من الجن وما رانيش عارف واش كاين في ظهري وشكون اللي راه يتكلم في كل هذه الأمور. والمهم وترتني رغم أني متعود على هذا المكان ومتعود على كل هذا الشيء، ولكن كنت متوتر وقاع ماشي مرتاح بسبب عقليتي البشرية، لأنه في الأخير نبقى أنايا كإنسان عادي.
المهم كنت قاعد أنا في البيت ومشي حاب نخرج هذاك اليوم، قاعد في البالكو وفنجان دار قهوة قدامي كما العادة والعوايد، وشميت ريحتها ولقيتها واقفة قدامي. تبسمت معها وقبل ما ننطق قالت لي رقعد اليوم، وقالت لي علاش ما خرجتش اليوم واش بيك؟ قلت لها والله ماني مليح اليوم ومانيش حاب نخرج ومورالي ما يسمحش باش نخرج. تبسمت وقالت لي راك متاكد بلي ما راكش تخرج اليوم؟ قلت لها ايه مانيش حاب نخرج. وواش فيها راني قاعد في البيت ما فيها والو. قالت لي خلاص مالك كيما غاديش تخرج اليوم ما تكملش الحوارات تاعك مع الجن، وكنت موجد لك كلش وكل شيء راه جاهز. وقطعت لها كلامها وقلت لها لا نخرج راني مليح وما عنديش مشكله نروح معك ونكمل معهم. وضحكت هي وقالت لي كتقول بلي راه ماكش مليح وماكش حاب تخرج وحاب تقعد في البيت. حسيت اللي غلبتني في الكلام، ضحكت معها وقلت لها لا لا نخرج معك هي. تبسمت وقالت لي نروح معها. المهم دخلت لبست وجدت المذاكرات تاعي وخرجت. علقتني كعادتها ولقيت روحي في نفس الكهف اللي تحاورت فيه المرة الأولى ونفس الكرسي، وكاين حاجة واحدة زايدة واللي هي حاجة طاولة كبيرة ومزخرفة قدام الكرسي اللي كنت نقعد عليه ومحطوط عليها كاس تاع نحاس ضخم. رحت للكرسي تاعي كما العادة وكانت هي خلاص قعدت فوق الكرسي تاعها، وكيفاش قعدت ما شفتهاش وما على باليش. المهم شفت فيها وقلت لها مع من غادي نتحاور اليوم وشكون اللي غادي يجيني؟ قالت لي انت واش راك حاب؟ قلت لها راني حاب نتحاور مع واحد خدام تاع السحر تاع الربط والتنزيل ومتنوع الاسحار. وقرأت لي كلامي وقالت لي خلاص غير بالقل وهذو كامل ما راح تقدر تحاورهم في نفس الوقت وطاقتك ما غاديش تستحمل وتخليش. قلت لها اوكي. قلت لها مع من غادي نتحاور اليوم؟ قالت لي رايح نتكلم اليوم مع واحد متعدد استخدامات السحر ومن ضمنهم سحر الربط اللي طلبته مني المرة اللي فاتت، وفي نفس الوقت يستخدم في أسحار أخرى وغادي يفيدك بزاف. قلت لها أوكي وين راح خليه يجي؟ تبسمت وقالت لك مقلقة اليوم وقالت لي اصبر لك يجي. وبقيت نشوف فيها لثواني وشافت وشورت بيديها بنفس الحركة المعتادة بصوابعها هذو ثلاثة وكانت تشوف ورايا. وهذه اللحظة حسيت بحركة ثقيلة ورايا وحرارة غير عادية يا خالتي، والأرض من تحتي تنهز وشاورت لي بعينيها بمعنى تتكلم. انطقت وبديت أنا نسقسي وقلت له وانت خدام لأي سحر؟ سمعت صوت ورايا اللي كان خشين وعميق وقال لي موكل بالسحر الربط وجميع أنواعه. هنا استغربت منه وقلت له علاش السحر تاع الربط في أنواع عديدة؟ قال لي نعم أنواع السحر تاع الربط في أنواع كثيرة. هنا سكت لأنه ما كانش عارف هذه المعلومة وقلت له شرح لي وقال لي على أنواعه. سكت وما حابش يرد. شفت في سندس تبسمت معايا وهزت راسها بك وهنايا بدا يتكلم وقال لي ربط المنع تاع أنه الزوجة تحاول تمنع زوجها عند المعاشرة، وربط التعبد وأنه أنا نتمركز في عقل المرأة ومركز الإحساس. وكنت نسمع ونكتب وكل كلمة كان يقولها نكتبها. زي سقسيته وقلت له هذا كامل يجيب ساعة الربط؟ قال لي لا الربط ممكن يكون بسبب العين أو الحسد أو المس أو المس العاشق أو سحر التفريق أو المرض، يعني الربط مش لازم يكون بسبب السحر الربط. وكنت نسمع ونكتب وكل هذه المعلومات جديدة. قلت له هذا اللي غرض واحد؟ قال لي ايه كل هذا لسبب واحد. كنت نكتب بسرعة ومركز مع كل كلمة كان يقولها لي وعيت من يدي بس على غير لازم ما نحبش ولازم نكمل. وكنت نحبسه مرات ونطلب منه يعاود ومرات يعاود لي ومرات سندس تتدخل باش يعاود لي وحبيت نتأكد منه. قلت له مدة العلاج شحال؟ عاود قال لي 7 قراءات و7 أيام. قلت له أكيد؟ قال لي نعم. قلت له كمل. قال لي لازم دائما تكون محصن البيت وهذا عنده أهمية كبيرة في العلاج من كثير أنواع السحر. وصلاة البقرة تقرأ في البيت دائما والبيت يكون نظيف وما فيش النجاسات والتواقي مفتوحين للتهوية. قلت له صح دروك عرفت السحر تاع الربط، احكي لي على موضوع تنزيل الأموال إلا كاين منه ولا هو النصب واحتيالك. سكت ما بعد انطق وقال لي نعم تنزيل الأموال هو حقيقة وموجود. وهنا سمعت واحدة الضحكة عالية من حنت يا خالتي وكانت الضحكة تاع سخرية
وأنا عارف مليح هذه الضحكة تاع سخرية، وعارف مليح هذه الضحكة وحافظها واش معناها، وشفت فيها باستغراب وكانت هي تضحك يعني بواحد الطريقة هستيرية، وقلت بالك أنت كاش حاجة راهي غلطة. قلت لها واش بيك واش كاين؟ قالت لي هذا الإنسان كذاب. وقفت بسرعة وين كلمة كذاب وقتها، وأقل من ثانية طلع الصوت للسما وسمعت واحد الضربة اللي شديدة ورايا والصراخ شديد لدرجة أنه الأرضية ونهزت تحتي. في هذه اللحظة أنا خفت وعلى بالي بلي ضربته، ولكن ما رانيش عارف واش قادر يصرى. تحركت من بلاصتي وقدمت عند سدس وقالت لي رجع، ما تخافش نورمال أيمن. وكملت كلامها وقالت لي هذا كذاب، وعاود طرح لي السؤال. رجعت للكرسي تاعي وعاود سقسيته وقلت له تنزيل الأموال هل هو حقيقة أم كذب ودجل؟ صوت بكاء سبحان الله، وكأني نسمع في الصوت بكاء أطفال صغير ورايا. الفرق الوحيد أنه البكاء وكأنه كان عنده صدى وكان عميق بزاف. وبدا يتكلم وقال لي ما كانش حاجة يسموها تنزيل الأموال، وهذا كله كذب. حطيت ستيلو على الورقة وجدت روحي للكتابة وقلت له معناتها هو كذب ودجل وما كانش منه، ما اشرح لي كيفاش كتاب. قال لي حاضر وبدا يتكلم وقال لي حنايا نقولوا للساحر اللي نتعاملوا معاه انه رايحين نجيبوا اسمك عن طريق التنجيم وعن طريقة معرفة الطالع باش نعرفوا وقت التنزيل ومعرفة الوقت، ولازم عمرك ما يكونش أقل من 28 سنة. أنا صراحة عييت يا خوتي وتعبت، والغثيان جاني والدوار الحرق الحرارة وضيق التنفس، وشفت فيها وفهمت واش راني حاب، وفهمت باللي ما رانيش قادر نكمل. وفي لمح البصر لقيتها في وجهي وقالت لي لازم ترجع للبيت تاعك يا أيمن. وقفت وحاولت طحت في الأرض على ركبتي وما قدرتش كامل نوقف. وقالت لي هذا الخبيث كان يمص في الطاقة تاعك وانت راك طولت معاه بالحديث وسقسيتو بزاف أسئلة، وهنا ما حبيتش نحبسك. ما فهمتش علاش راك مستعجل وانت راك عارف انه في كل الاحوال غادي يزيد نقعدك مع واحد غيره تتحاور معاه وتكمل كامل كلامك. المهم كملت كلامها وقالت لي غادي تقول كل شيء سمعته. قلت لها وانت واش رايك؟ قالت لي انا رايي تحلف هذه وهذه وهذه وما تكملش على هذا الموضوع. قطعت لها كلامها وقلت لها علاش؟ قالت لي لأن التجربة عدو والجهل سلاح، وما تقولش كل شيء وما تفتحش على روحك فتحة كبيرة اللي ما قدرتش تبلعها. في هذيك اللحظة ما فهمتش كلامها وما فهمتش قصدها من هذا الكلام اللي قالته لي، ولكن فهمته مع مرور الأيام. وحطيت القلم على الورقة وحذفت المعلومات والمواضيع اللي قالت لي ما تتكلمش عليها، وقلت لها هكذا مليح. تبسمت وقالت لي المرة الجاية نقعدك مع واحد آخر. ولا سندس خلاص ما رانيش قادر ولازم نرجع. وهزت راسها وحاطت يدها على كتفي. كالعادة لقيت روحي في الشنطة تاعي اللي كنت قاعد فيها. وهذه كانت آخر الأحداث من حوالي معاه، لأنه بعدما تحاورت معه على موضوع خدام الآيات زدت تحاورت معه على موضوع سحر الجن وبعض المعلومات عن السحر. ولا هنا خاوتي وخداتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والملتقى في فيديو جديد من فيديوهات العشرين السوداء وقصص الرعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.